بس خلاص بلاش دوشه. بس مالكش دعوه بالموضوع ده يا استاذ سيد، احنا محترمينك عشان خاطر عمك. عمي؟ ما هو اللي بعتكم وعايز بسلامته. الموضوع بسيط، هم واخدين السطح ده جدعانه من جدك الله يرحمه، يعني مش قانوني، والعماره هتطلع 5 ادوار، ولما تخلص نبقى نديهم شقه فوق السطوح. عايزين نبات انا وبنتي في الشارع يا ولاد الكلب. مش هتمشي يا عم يوسف. روح قول لعمي ولا اقول لك؟ انا اللي هقول لك. احنا سلمناك الانذار يا عم يوسف، ويا ريت تدبر نفسك احسن. يلا بينا يا بيومي. يلا يا باشا. كمان اسمك بيومي؟ خلاص بقى يا عم يوسف، فكها بقى يا عم. ما تجيب بوسه كمان واحده. إن فكركم الجديد الذي تديرون به الصناعة المصرية لهو أمر نفتخر به نحن العمال الذين لم ولن نتردد في أن نكون وقودا يدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام. فين الزفت السيد راح فين؟ الكلمة بتاعتي معاه. ساعتك هو بيطبعها في الكمبيوتر، حالا هتكون موجودة. وتقبلوا سعادتكم خالص تحيات عمال شركاتنا وخالص تحيات عمال مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الوزير، لا أجد كلاما أقوله لكم بعد كل ما قيل، ولذلك فقد أسالت زيارتكم الكريمة الشعر على لساني وفجرت الإبداع في صدري، فانطلقت أجدو بهذه القصيدة. مرحبا بكم ولعلها تنال إعجاب سيادتكم. البدر ساب السماء ومن عندنا بيطلع، يا ضي في وجود الوطن بيشعشع ويشعشع، اليأس من بسمتك بيجري ويفلسع، شمروخي بيحنلك. شمروخي قنديلك العاش مقطوم في حضني يا سبب نكبتي وحزني. انت انسان سافل ومنحط وحقير وما تربيتش، وانا اللي هربيك. يا بيه ده الواد بيحبك، ده انت مثله الاعلى. لا العفو، احنا اللي واطشين، احنا اللي واطشين يا بيه. بص انا هقول لحضرتك على حاجه، انا هجيبه لغايه عندك من قفاه ونقعد مع الوزير كده قعده عرب ونهدي النفوس. الو قفل السكه في وشي. طبعا. طيب يا سيد، طيب يا ابن بطن، انت فتحت بطنك ما بقاش هذا. This is the last sons of Mankara. This Kara. Look at his face. Look at his profile. If you won't touch him, give me 18 باوند. نهار اسود. ابني فين يا ابو رايح؟ موبايله مقفول وما تستهبلش، انت عارف مكانه. ام سيد انت كده بتسيئي لسمعه مصر، ومصر مستهدفه اليومين دول. الواد فين؟ انا عايز اشرب من دمه. ما تدخلينيش في خناقاتك مع ابنك يا ام سيد. طيب انا هخليك تنطق يا ام سيد. بس يا ام سيد راح الجامعه يقابل جهان. هي فيها جهان كمان؟ Who's this, Abu Rawia? This is the last daughter of Nefertiti. If you won't touch him, give me 18 باوند. ايه ده؟ اوعي، اللي هيطش بيها هتشيله بالشوط. يلا يا حصلت الاجانب يا عارف هتمك. انت مش مبسوطه انك شفتيني ولا ايه؟ لا مبسوطة، بس ما كنتش متوقعة إن أشوفك يعني. اصل بصراحه وحشتيني، وقلت اجي بنفسي بقى عشان اعرف رايك في القصيده اللي كتبتها لك. اصل بصراحه تعبت فيها قوي وكتبتها لك بدم قلبي يعني. إيه ده؟ هي داليا ما رجعتها لكش ولا إيه؟ انت ما خدتيهاش؟ لا طبعا، وبعدين أنا كنت باخد منك الحاجات دي على سبيل الزمالة، لكن كل حاجة وليها حدود يا سيد، وبعدين أنت لازم تخاف على سمعتي. انت مكبره الموضوع قوي كده ليه؟ هو انا كتبت لك كلام قبيح ولا حاجه؟ أنت برضه مش عايز تبطل هزار يا سيد. خلاص لما اكتب لك بعد كده حاجه هجيبها لك بنفسي، وبعدين غطي لنا كتفك ده والنبي. أنت مش عايز تفهمني ليه بس يا سيد؟
خلاص تعالى وصلي. لا يا سيدي متشكره. تعالي بقى بطلي رخامه. لا مستحيل. ما تيجي بقى. لا برضو مش هيجي. ها هركبك تاكسي. لا هدفع انا. طب صلاح سالم يا ريس. يا اهلا يا اهلا بالشباب الامور. انما يعني معلش قبل ما نطلع قول لي، هي السنيوره دي تبقى مراتك؟ لا طبعا. ضاربين ورق عرفي ومسجلين على شريك كاسيت؟ ايه يا ست انت الكلام ده؟ مقري فتحتك متكلم عليكي، غلط معاكي. هو تحقيق ولا ايه؟ ده مجرد زميل. بس كده بقى يبقى جنبك تشرف هنا جنبي يا مجرد زميل. انما انا يتهيألي شفت خلقه حضرتك دي قبل كده. لا ما اظنش.